أهلا بيكم. أنا رضوى رضوان. تحبوا تسمعوني وانتوا بتاكلوا وانتوا بتتمشوا وانتوا بتتمرنوا وانتوا بترتبوا الأوضة؟ المهم نقضي مع بعض شوية وقت حلو ونسمع مع بعض بودكاست آراء. من فترة كده كنت زهقانة فمسكت الموبايل وقلت ليه لأ. دخلت وسألت شات جي بي تي لو في آخر 5 سنين أنا قضيت افريج 5 ساعات على الموبايل. يعني افريج اللي هو أحيانا بنقضي 5 7 8 9 بس افريج. قال لي بمنتهى البساطة إن أنا تقريبا قضيت سنة على الموبايل. سنة من 5 سنين، يعني ال5 سنين دول بقوا 4 سنين، لأن السنة اللي فيها على الموبايل أنا متأكدة إن أنا مش فاكرة منها حاجة، مش هافتكر منها لحظات سعيدة ولا حزينة ولا أي حاجة، لأنها كلها كانت مليئة بالناس اللي أنا معرفهاش، معلومات جديدة، فيديوهات مضحكة، مسلسلات، أخبار، ولكن المهم إن أنا مش هافتكرها، لأنها مش حاجة أنا عملتها أو حاجة أنا قمت عملتها أو قررت إني أبتدي فيها. دي مجرد حاجة جات لي في وشي بدون ما أعمل فيها أي حاجة، فبالتالي أنا مش فاكرة منها أي حاجة. والصعب أوي إن إحنا نتخيله إن إحنا ممكن نضيّع سنين من عمرنا، سنين من عمرك ممكن تضيع على الموبايل، سنين، أيوه سنين. ادخل اعمل نفس الحسبة اللي أنا قُلت لك عليها دي، وهتلاقي إن غالبًا أنت قضيت حاجة زي كده على الموبايل، وإن ما كانش أكتر، وأتمنى إنه يكون أقل. في اللحظة دي حسيت قد إيه أنا بامشّي حياتي. أنا عاملة زي اللي هو إيه، معاه شوية فلوس وعايز يخلّصها وخلاص، ولا هو فارق معاه يخلّصها في حاجة ليها لازمة، ولا حاجة تقعد، ولا حاجة تخلص، ولا حاجة حلوة، ولا حاجة وحشة، المهم إن هو بيخلّص الفلوس دي وخلاص، وكإنه مش فارقة معاه، وكإنه عنده من الفلوس دي كتير أوي، مع إن أنا ما عنديش من الفلوس دي كتير أوي، أنا ما عنديش عُمر هيبقى للأبد، أنا يمكن اللي عندي 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 سَنة لمّا يكونوا كتير أوي. وفي نهاية ال80 سَنة دول أنا مش هافتكر أنا قضّيت قد إيه، ده لو لينا عُمر لل80. أنا مش هافتكر أنا عملت إيه على الموبايل في اليوم اللي كنت قاعدة فيه متضايقة، فرُحت ماسكة الموبايل وقعدت بال3 ساعات باقلِّب في الفيديوهات، عشان أطلع من فيديو مضحك لفيديو كوميدي، لفيديو حزين، لفيديو ديني، لفيديو معلومات، لفيديو life hack، لفيديو makeup، لفيديو عربيات، لفيديو كورة، لفيديو comic، لفيديو مسلسل. أنا مش هافتكر كل الكلام ده، كل اللي هافتكره إني ضيّعت سنين من عمري في حاجة ما لهاش أي 30 لازمة. عارف لو ضيّعت عمرك في إنك باصص في السقف، أفيد من إنك تضيّع عمرك في حاجة زي دي. وعشان كده أنا هادّيكم زي حاجة تساعدكم في الموضوع، يعني عشان هي حاجة ساعدتني أنا شخصيًا، ده مش إعلان ولا أي حاجة، ولكن دي حاجة أنا استخدمتها فادتني، أتمنى إن هي تفيدكم أنتم كمان. application اسمه no scroll، بتنزّلوه، كل اللي هو بيعمله إن هو بيبلوك الreels أو الshorts أو الTikToks. وميزة الapplication ده إن هو ما بيقفلش الapplication كلّه، يعني هو لو أنت فتحت مثلًا يوتيوب هيقفل الshorts بس، ولكن كإن أنت تنزّل حاجة أو إن أنت تتفرّج على فيديو طويل completely fine، بتتفرّج عليه براحتك جدًا، وده في نفس الحاجة في نفس الapplications كلّها. هو بيشتغل على الإنستجرام والTikTok يوتيوب بس، والpremium بيكون applications أكتر، ده مش إعلان تمامًا، ولا هُم كلموني ولا أنا على الهوا، أنا عرفته من influencer ربنا يبارك لها وفادني جدًا، فأتمنى إنه يكون فايدكم. الno scroll للأندرويد أعتقد لو كتبتوا نفس الحاجة على الiOS هييجي لكم برضه حاجات مشابهة هتعمل نفس الشيء. فنرجع لموضوعنا، أنا ما أعرفش هل يمكن يكون إحنا اتبرمجنا على الموضوع ده من وإحنا صغيرين للدرجة دي، إن إحنا بقينا بنضيّع وقتنا في أي حاجة وخلاص، أي حاجة وخلاص تسكتنا، أي حاجة وخلاص تخلّينا ساكتين من برّه ومن جوّه، عشان السوشيال ميديا مش بس بتخلّيك ساكت من برّه، هي بتعمل زي المُسكِّن. عارف لمّا تبقى متعصّب كده ومتضايق ومخنوق ومش عارف تعمل إيه ومش عارف تتحكّم في مشاعرك، فتقوم ماسك الموبايل وتبتدي تقلِّب في حاجات كتيرة جدًا، فجأة تلاقي نَفْسك نسيت، بس أنت ما نسيتش، أنت اتشتِّت، بس اتشتِّت.
ومن عِز الغضب اللي أنت كنت فيه فجأة ضحكت، لإنك شُفت فيديو مضحك، ومن عِز الضحك اللي أنت كنت فيه فجأة شُفت فيديو ديني بيفكّرك بالآخرة، ومن عِز الإحساس اللي أنت كنت فيه تلاقي نَفْسك رُحت لمعلومة عن البطيخ، وفجأة تلاقي نَفْسك رُحت لخبر عن بلد بتعمل حاجة في بلد تانية، وفجأة تلاقي نَفْسك رُحت لفيديو عن الاهتمام بالنَفْس، وإزاي يبقى ريحتك حلوة، وعمّال ماشي في دوامة زي الفار اللي في عجلة، لا أنت عارف أنت فوق والّا تحت والّا يمين والّا شمال والّا ثابت والّا بتتحرك، مشاعرك كلّها متلخبطة في بعضها، وبعد كده بنسأل هو ليه الجيل ده عنده mood swings كتيرة جدًا، ليه الجيل ده متشتت وما عندوش قدرة على التركيز؟ عشان إحنا اتربينا في عالم مليء بعدم التركيز، الشركات دي شغلانتها إنها تخلّيك مش مركّز، لإنها عمّالة تدّيك في دوبامين، ادّي دوبامين، ادّي دوبامين لغاية ما تموت. عارف لمّا تبقى ماسك الموبايل كده وعمّال تقلِّب وفجأة تحس إنك مخنوق، مخنوق ومصدّع وحاسس إنك لازق في الكرسي ومش قادر تسيب الموبايل وأنت هتموت وتقفل الموبايل، بس أنت مش عارف تقفله، ده مش جِن، أنت بس مش قادر تبطّل جرعة الدوبامين الرهيبة اللي جسمك عمّال ياخدها. الدوبامين زمان كان الناس بتاخده من التمرين، من أكلة حلوة، من قعدة لذيذة، دلوقتي بقينا بنميل إن إحنا ناخده من أسرع حاجة موجودة، أصحى من النوم في عِز السكوت أمسك موبايلي وأقعد أقلِّب قد كده، وبعد كده أقول هو أنا دماغي مصدّعة ليه؟ طبيعي دماغي تبقى مصدّعة، أنت عرّضت نَفْسك لزي ما يقولوا حلبة مصارعة صباحية، أنت قُمت من النوم على خناقة، تخيل كده تقوم من النوم تفتح الباب تلاقي واحد بيتخانق مع مراته ماشي، وواحد تاني قاعد بيعمل setup comedy وواحد تالت قاعد بيعمل طبخة، وواحدة قاعدة بتعمل رسمة، وواحدة تانية قاعدة بتعمل فيديوهات كوميدية مع القطة بتاعتها، وبلد بتضرب في بلد، وواحد بيموت، وواحد بيتجوّز، واحد معروف بيتجوّز، وواحد بيعمل gender reveal وبنشوف ده ولد والّا بنت. وواحد تاني بيعمل فيديوهات مجنونة أنت مش فاهم هو بيعمل إيه، بس أنت بتتفرّج. هل أنت متخيّل ده طبيعي؟ هل أنت متخيّل إن أنت دماغك اتكوّنت عشان تتقبّل ده؟ وهل أنت متخيّل إن أنت بتعرّض نَفْسك للتشتيت ده ممكن يخلّيك في يوم من الأيام تبقى بني آدم مركّز؟ التركيز من أهم الصفات اللي ممكن تبقى عندك. مشاعر المتلخبطة الكتير اللي إحنا بنتعرّض لها كل يوم دي، هتخلّيك بمنتهى السهولة مش مركّز في أي حاجة، لإنك إيه اللي هيخلّيك تقعد تقرا كتاب أو إن أنت تقعد ت تذاكر أو إن أنت تقعد تتعلّم حاجة جديدة، وأنت عارف إنك ممكن تمسك موبايل وتقعد تقلِّب وتتبسط في ثانية، وتحس إنك مبسوط جدًا، بس بعديها تحس إنك مش فاكر هو أنت اتبسطت ليه، ولا أنت عارف هو أنت كنت بتعمل إيه. لإن أنت كنت قاعد مع ناس كتيرة جدًا بتستفيد من تضييع وقتك. لو أنت عايز تبقى حاجة في يوم من الأيام وأعتقد إن أنت لو بتسمعني دلوقتي هيبقى عندك الرغبة دي، يبقى لازم تعرف إن أنت في نفس الوقت اللي أنت بتضيّع فيه وقتك، اللي ممكن تبني فيه حاجات كتير أوي لمستقبلك، في ناس بتستفيد من كل لحظة أنت قاعد عليها على الموبايل، دي شغلانتهم. في اللي عمل الapplication ودي شغلانته، وفي اللي بينزّل content ودي شغلانته. حتى أنا دلوقتي يمكن أكون باستفيد إن أنت قاعد بتسمعني، بس يمكن يكون اللي أنا باقوله أحسن شوية من إن أنت تقعد تتفرّج على حاجة مختلفة كل 10 ثواني، مش باقول إن أنا أحسن ولكن يمكن إن أنت تتفرّج على فيديو طويل أحسن بكتير من إن أنت تقعد تتفرّج على حاجة لمدة 10 ثواني وبعد كده تقلب على اللي بعديها. لو لاحظت هتلاقي نفْسك حتى ما بقيتش قادر تتفرّج على فيديوهات اليوتيوب، أو ممكن تعمل اللي هو الfeature بتاع إن أنت تحط اليوتيوب على جنب وتقعد تقلب على التيك توك في حاجة تانية، عشان
تمشّي الاتنين، وفي الآخر تلاقي نفْسك مش فاكر هو أنت اتفرّجت على إيه في الاتنين أساسًا. صدّقني أنا مش باقول لك الكلام ده عشان أعمل حلقة وخلاص، بس عشان أنا ذات نفْسي اكتشفت قد إيه أنا ممكن أكون باضيّع عمري في حاجة تافهة أوي، تافهة أوي يعني، تافهة بجد أوي، حتى مش باحاول أعمل حاجة، أنا قاعدة ما باعملش أي حاجة، الولا حاجة، وبرغم إنها ولا حاجة هي بتتعب دماغي جدًا، وبتتعب مستقبلي جدًا، وبتأثّر عليَّ جدًا، لإن أنت مش بس سيبك من حتّة الmoods وإن أنت عمّال تلخبط نَفْسك في مشاعر كتيرة، ولكن أنت ذات نَفْسك لمّا بتقعد تقلِّب قد كده، أنت بتقارن نَفْسك تلقائيًا بناس ما لهاش أي علاقة بيك. أنت قاعد بتتفرّج على واحد في كاليفورنيا مولود أصلًا هناك وحياته أحسن منّك 100 مرّة، وأنت قاعد يا ريتني كنت اتولدت هناك، يا ريتني كنت اتولدت في بلد تانية، يا ريتني كنت اتولدت معايا فلوس أكتر، يا ريتني كنت اتولدت أحلى، وأنت قاعد بتقارن نَفْسك بحاجات ما فيش مقارنة ما بينك وما بينها، مش عشان أنت أوحش، بس عشان دي حاجة ودي حاجة، والفكرة إن إحنا ما بنستوعبش ده، إحنا ما بنستوعبش إن إحنا بنضيّع عمرنا في حاجة تافهة. تخيّل كده لمّا يبقى عندك 60، 70 سَنة وأنت قاعد كده عملت الموضوع بتاع ChatGPT ده إن شاء الله ChatGPT ساعتها يكون بيبقى قاعد معانا في البيت، وقُلت له: "أستاذ ChatGPT هو أنا قعدت كام سَنة على الموبايل؟" فيقول لك average 15، 16 سَنة صراحة يعني. تخيّل أنت هتحس بإيه، تخيّل قد إيه هتحس باللي هو يا لهوي، يا لهوي! ضيّعت 15 سَنة من عمري قاعد على الموبايل، تخيّل التفاهة أساسًا يعني. حياتنا والله تستاهل كتير أوي إن إحنا نحُط فيها وقت، ونحُط فيها مجهود، ونقدّر الوقت اللي ربنا مدّيه لنا في الدنيا دي، عشان هو مش كتير، بس هو مش ما يتعملش فيه حاجة. أنت ما جيتش هنا عشان تقعد على الموبايل تقلِّب، ولا جيت هنا عشان تقعد تتفرّج على حياة الناس التانية، أنت جيت هنا عشان أنت تعمل حياتك. أحيان كتير كان بتيجي لي فكرة اللي هو طَب ما أنا قاعدة باألِّف في الحاجات دي، أنا قاعدة بانجّحهم وبافشِّل نَفْسي، أنا مش ضد إن الناس تنجح، يعني يا ريت أكون سبب في نجاح الناس، بس مش على حساب فشلي، مش على حساب إن أنا ألاقي نَفْسي ما باعملش حاجة طول اليوم، وإن أنا قاعدة طول اليوم قاعدة في حياة ناس تانية ما لهمش أي علاقة بيّا ولا أنا فارقة معاهم بنكلة، ولا أنا فارقة معاهم بجد بأي حاجة، أنا حرفيًا ولا حاجة في حياتهم لإن هُم ما يعرفوش عني أي حاجة، ولا أنا أعرف عنّهم حاجة، يعني حتى لو باحبهم شوية، باقدّرهم شوية، باحب المحتوى اللي هُم بيعملوه، بس برضه أنا ما أعرفش عنّهم حاجة أوي كده، ولا أنا باحبهم أوي، أوي، أوي يعني زي أخويا والّا أبويا والّا مامتي والّا مش دي الناس اللي مهمة في حياتي فعلًا إن أنا أقعد في وقت وأقعد أسمعهم وأركّز معاهم، إلا لو هُم عندهم حاجة تفيدني، لإن زي ما أنا عمّالة أرُص لكم في عيوب السوشيال ميديا ولكن برضه فيها ميزات، وفي خلال إن أنا فاهمة إن السوشيال ميديا ما بقتش شيء ممكن نستغنى عنه، بقت جزء من حياتنا لا يتجزأ. عشان كده أنا بانصحكم لو أنت برضه عايز تستخدم السوشيال ميديا، خلّي بالك أوي أنت بتسمع مين وبتتفرّج على مين، ومين اللي أنت بتتابعهم، لإن الناس دي هي اللي بتشكِّلك بشكلٍ أو بآخر، زي ما أهلك بيشكِّلوك، وزي ما أصحابك ومدرستك وجامعتك وشغلك وكل الأماكن دي بتشكِّلك، موبايلك اللي أنت بتقعد عليه هنقول لو أنت قدرت تسيطر على نفسك ساعة، ساعة ونُص برضه هيشكِّلك، وبرضه هيدّيك أفكار كتيرة جدًا ممكن تساعدك وممكن تحطّمك. ممكن تخلّيك قاعد في مقارنة لا تنتهي، وممكن تخلّيك قاعد في معلومات وفي أمل وفي أفكار جميلة جدًا تساعدك وتنمّيك. عشان كده خُد بالك أوي أنت بتتفرّج على مين، وبتسمع مين، وبتشوف مين، ومين اللي أنت حابب إن هم يكونوا ناس أنت بتشوفهم كل يوم، لإن زي ما أنت بتختار أصحابك، زي ما أنت بتختار شريك حياتك، أنت برضه بتختار الناس اللي أنت بتتفرّج عليهم كل يوم. فحاول على قد ما تقدر تبقى زي ما بيقولوا كده conscious أو واعي بأنت بتتفرّج على مين، عشان ما تضيّعش عمرك، وعشان ما تعيش سَنة والّا سنتين من عمرك قاعد بتتمنى تكون حد تاني وأنت مش هو، ولا عمرك هتكون هو، مش عشان هو أحسن، بس عشان أنت مختلف وليك حكاية مختلفة. بس كده، ما تنسوش تعملوا like وshare وsubscribe وأتمنى أشوفكم الحلقة الجاية في الأسبوع الجاي، وباي باي.